السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا هذه وحدة اوكس انفرتر 1 طن. ومثل ما تكلمت صراحة في مقطع سابق عن سؤال احد المتابعين، هل بالامكان تغيير وحدة انفرتر داخلي بحيث انها تستخدم لها وحدة عادية او العكس؟ صراحة في هذا المقطع راح افحص اسلاك الكهرباء لهذه الوحدة امانة، ونشوف هل هذه الوحدة ترسل فولت او جهد متغير او تردد متغير او امبير متغير للوحدة الخارجية، وبالتالي راح نشوف اذا كان فيه اي تغير في هذول الثلاثة، خاصة موجه من الوحدة الداخلية للخارجية. بالتالي ما راح نتمكن من استخدام وحدة خارجية عادية على هذا النظام او العكس. زين، راح نشوف صراحة، نختبر الاسلاك، قراءة هذه القياسات ونشوف ان شاء الله. طبعا هذه المواصفات او المميزات في هذا الجهاز، وهذا مثل ما ذكرت زين جهاز بطاقة الجودة والاستهلاك هذا الوحدة، شكل الجهاز هذا زين. وايضا هذا هو الريموت. زين، راح نغير صراحة في درجة التبريد وايضا في سرعة المروحة، ونشوف ما الذي سيحدث زين لأسلاك التوصيل للوحدة الخارجية من الوحدة الداخلية. طبعا هذه الوحدة الخارجية، وتلاحظون أسلاك التشغيل، هذه أسلاك تشغيل أو التوصيل كهرباء، وهذه أسلاك الاتصال بين الوحدتين. طبعا ما عندي صراحة حاليا ماكينة هواء، طبعا في هذا التوصيل راح يكون الازرق سلك كهرباء من المصدر، وايضا البني. زين، فمثل ما قلت البني راح يكون حار، الاسود راح يكون بارد من المصدر، وايضا شابك معاه سلك الازرق من الوحدة الداخلية. السلك الاسود من الوحدة الداخلية راح يكون سلك الكنترول او التشغيل. السلكين هذول الاخضر والاصفر راح يكونون السلك الارضي. الحين راح يكون شغلنا كله صراحة على السلك الاسود هذا، لانه هو سلك التحكم او التشغيل بالوحدة الخارجية. طبعا على الحرف اس. راح استخدم هذا الجهاز. هذا الجهاز من ميزته في بلوتوث، اقدر ايضا اشبكه مع الهاتف، وراح ناخذ صراحة القراءات من الهاتف وليس من الجهاز. حتى على الفولت. زين، اولا راح نتأكد ان هذا المؤشر شغال اساسا نشبك على الهاتف. شغلت البلوتوث في الهاتف وراح نشبك على الجهاز هذا. لأن الصوت طلع الحين شبك معاي، وراح نبحث عن برنامج. طبعا شبك معاي الحين. قراءات. طبعا قطعت الكهرباء صراحة عن الجهاز، وكشفت على الأسلاك لأني أحتاج أن يكون عندي السلك الأسود هذا واضح أكثر، بحيث أني أتمكن من أخذ القياسات. زين،
طبعا الحين راح اشغل الجهاز وناخذ قراءة الفولت صراحة ما بين الاس والنيوترال. أمانة أتمنى أن الجهاز هذا أيضا راح يعطينا قراءة في أسفل. طبعا مدى الاتصال بين الجهاز والهاتف صراحة أو البرنامج راح يكون 10 متر. صراحة الجهاز بعيد عن الوحدة، لذلك راح ناخذ زين. طبعا الفولت هني يبين ان امانة غير واضح، يعني ما فيه غير ثابت، مو غير واضح، غير ثابت. يعني الفولتج هذا غير ثابت في الوحدة هذه. راح اشوف صراحة الفريكونسي، شوف الفريكونسي، شوف الفريكونسي تتغير. زين الفريكونسي تغيره. زين على هالسلك هذا 36 20. خلنا نشوف بعد على الكلام ميتر. شيك على الكلام ميتر صح على الامبير. زين امانة صراحة يعني لا هو الامبير، يعني هذا السلك، سلك التحكم في تشغيل الوحدة الخارجية ما يعطيك صراحة امبير ولا يعطيك امانة فولتج. زين يعني حاولت اقيس الامبير ما في اي امبير. هذا الاي سي هذا ما في امبير صراحة، صفر. زين وحاولت ايضا اقيس الفولتج. زين الفولتج ايضا غير ثابت او ما في فولتج. والفريكونسي التردد ايضا غير ثابت. يعني الاشارة صراحة اللي خارجة من هذا السلك ليست اشارة فولت ولا امبير ولا ايضا تردد صراحة. هذا اللي وضح لي، لأن ما أشوف أن التردد أو الفريكونسي غير ثابت، فما أعتقد أنها راح تكون إشارة تردد. ممكن مثل ما قال أحد المتابعين أنها إشارة أنالوج، شيء يعني إشارة تكون خاصة بالوحدة هذه، وكرت التحكم موجود في الوحدة الخارجية راح يقرأ هذه الإشارة ومنها راح يحولها إلى أمر تحكم بتشغيل تسريع الوحدة الخارجية، ضغط، تبريد، خفض التبريد، خفض سرعة أيضا الضغط. وبالتالي نظام التحكم هذا يختلف صراحة عن الأنظمة العادية، وبالتالي وحدات الانفرتر لا تستطيع استبدالها بوحدة عادية من خلال هذا المقطع وهذا الفحص أو التجربة. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وإبدال الإعجاب وأيضا نشره. أحبكم، نشوفكم على خير إن شاء الله.